أنا اسمي إسراء محمد عبد الفتاح، عندي 27 سنة. أنا دكتورة في قسم التشريح، مرحة وجميلة وعاشقة للرعب والماورائيات، وعمري ما كنت أتخيل إني أعيش قصة من قصص الرعب اللي هوساني. أنا متخرجة من 2 سنين وتعينت على طول في مستشفى في قسم التشريح، ومن كتر الحالات اللي شفتها واشتغلتها اتعودت ومشاعري ماتت خالص. أمي كانت دايما بتزعق وتقولي: الله يخرب بيتك يا مجنونة، انتي هتتلبسي شغالة في مشرحة وفي البيت مشغلة رعب وقصص عفاريت. وتبص لأبويا وتقول: ما تقول حاجة للمجنونة بنتك. بابا دايما يبصلي بابتسامة ويقول: حبيبة بابا، اعملي اللي انتي بتحبيه وملكيش دعوة بأمك، وأنا واثق إنك مستحيل تعملي حاجة غلط. وتبدأ أمي تمسك في خناق أبويا، وأنا بسيبهم وأدخل أشوف كام قصة رعب قبل ما أنام. أنا وحيدة أبويا وأمي ودلعتهم، وبابا ما كانش مخليني أنا وماما محتاجين حاجة لحد ما جه اليوم المشؤوم. في يوم كنت رايحة المستشفى، ولما وصلت لقيت الدنيا زحمة عند المستشفى، تقريبا 500 فرد، وده مش مبالغة مني، بس كانت زحمة جدا وكلهم زعلانين وبيبكوا. وفهمت من حزن الناس إن في حد مهم وغالي مات. سألت العامل اللي في المشرحة وقلت: مين الحالة الأخيرة؟ الراجل ده عمل إيه علشان الناس تحزن عليه بالشكل ده؟ العامل قال: يا دكتورة، ده بيقولوا إنه اسمه الشيخ كنعان، شيخ كبير قوي قوي قوي، ومفيش حد راح عنده غيره مشكلته اتحلت، لكن مات فجأة يا دكتورة، ما كانش تعبان وما كانش حد متوقع إنه يموت. من حكمة خبرتي في الرعب إن دايما الجماعة اللي زي دول بيبقوا نصابين ودجالين. اتعقمت ودخلت غرفة التشريح أنا والمساعدين، وكانت الجثة جاهزة للتشريح. خليني أوصف شكله: وش أسود، عيون بيضة مفتوحين على الآخر، وفاتح بقه كأنه بيصرخ، وتقريبا كده مات بسبب اللي شافه. على وشه غضب ربنا من اللي كان بيعمله. فضلت متنحة في عينيه اللي بتبص في السقف شوية، وفجأة حرك نن عينه ناحيتي. صرخت، اللي كانوا معايا اتخضوا لما صرخت. اعتذرت بسرعة ورجعت بصيت على وشه، لقيته طبيعي ومغمض عيني وقافل بقه، نفس الوش اسود اللي عليه غضب ربنا، لكن بقه وعينيه اللي كانوا مفتوحين من ثواني اتقفلوا. سألت اللي معايا وقلت: انتوا مش ملاحظين حاجة غريبة؟ الجثة كانت فاتحة بقها وعينيها وفجأة قفلتهم.